عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا طريقة قياس الضغط. راح نعلمكم شلون تقيسون الضغط. طبعا الأخوة الممرضين يعرفون يقيسون الضغط اللي يعني عندهم خدمة سنوات طويلة، بس أنا جاي أحكيها للمبتدئين يعني اللي يستووا متعينوا وما عندهم معلومات كافية عن هاي الموضوع. فاليوم نعلمكم الطريقة شلون. طبعا عندنا الأجهزة تكون أنواع، يعني مثل هذا الجهاز هو ميل طريقته، اكو جهاز زئبقي يكون بعد هم افضل يعني واوضح. فنجي شلون نبدي الخطوات اللي نقيس بها الضغط. طبعا هي بيها شغلات بسيطة وبيها شغلات معقدة، اليوم ان شاء الله نوضحها. اول ما نجي نجهز يعني السماعة جاهزة مالت الضغط، والجهاز الضغط يكون جاهز وما بيه يعطل وما بيه خلل. نجي نفرغ الهواء من الجهاز كامل، يعني هو هنا يصير بلاستيك على شكل نفاخ ينفخ. نجي نفرغه، يعني نفرغه ما نخلي بيه هواء، ونسد الكاك مالته نسده. تمام، من ندفع هواء نقدر انه نحصل عن طريقه. طبعا هذني السوندات الرئيسيه اللي وصلا منه للجهاز العداد لازم يكون وين باتجاه اليد للاسفل، يعني عن طريق هذا السهام ذني يكونون واضحات في الجو حتى تعرف شلون تقيس بيهم الضغط. تيجي تدخل الجهاز بهاي الصورة، تلفه للمريض، تثبته له يعني عن طريق هذا البلاستيك واللاصق تلزقه. تخلي هاي العلامة هاي تكون واضحة هنا. تجي للسماعة انه بتخليها باذنك كممرض، يعني تخليها باذنك وتجي تدخل، يعني راح اوضح لكم اكثر. تخلي المفصل، هذا المفصل يعني بالمفصل مباشرة تكون السماعة، يعني مو اللي تحته، لان هو بالمفصل يلا تقدر تحصل له انت النبض مالته، يعني وتعرف تقيس النبض. تجي هنا اذا تلاحظون هنا هسه هو صفر، نجي احنا نقيس النبض، ننفخ باليد اليسرى نكبشه وباليد اليمنى ننفخ، حتى وان كان انه انت جاي تقيس عن طريق المريض. نبقى نصعد فيه الى ان نوصل يعني درجة ما يقارب 200 180 يعني، وتنتظر اذا سمع الصوت اكو نبضات تبقى تدفع بعد تتعدى ال 200، يعني توصل 220 قد 240 الى ان ينتهي يعني الصوت مال النبض. بعد ما تسمع نبض تجي النبض تنزل على كيفك، تخلي العداد ينزل بصورة بطيئة جدا حتى تسمع اول نبضة. يعني اول نبضة تسمعها انت راح تكون هذه تحفظها، تكون هذه الضغط العالي. اول نبضة تسمعها على يا يعني رقم راح يصير عندك. مثلا انا اذا على يعني الحمد لله طبيعي ضغطي يعني على العاشر، نقول على 11، يعني تبقى تعيدها ترجع لها تتاكد وين على 10 على 11 على 12. فانا عندي هنا على 12، يعني هو الضغط الطبيعي احنا نسميه 12 على 8 اللي هو 120 على 8، يعني الضغط الطبيعي هذا. فنبقى ننزل احنا حفظنا هسه هنا عندنا جاي اذا تلاحظون اكو شيء نبضه بسيطه، فهذا يسمونه الضغط العالي. نبقى ننزل به الى ان نسمع اخر دقه تنتهي عندنا، بعد ما نسمع وراها دقات، يعني مثلا هسه انتهت عندنا هنا بعد ماكو دقات على 8، فهذا نعتبره الضغط الواطي نسميه، اللي هو 80 يعني 120 على 80 الضغط الواطي، يعني 12 على 8 صار الضغط الطبيعي. طبعا اكو بيهم ما تسمع النبض مالته، يعني قد يكون فاقد الوعي او شيء وما تقدر يعني ما جاي تحصله، او عنده ضربه هاجره مثلا. فهنا شو راح تعتمد انت تحصل النبض مالته، يعني تجي كشيء تقديري، يعني هو ما راح 100% تحصله. فانت تجي هنا تستعمل عندك الطريقه الثانيه، يعني تجي تنفخ ما تسمع نبض، يعني حتى لو تجي تصفر العداد للاخير انت ما راح تسمع النبض مالته. فترجع هنا شو تسوي؟ ترجع تنفخ الجهاز بحيث توصله 180 الى 200 وتجي تقيس النبض مالته. هنا النبض راح ينقطع، ما طول الجهاز ضاغط على الاورده، فالنبض هنا راح ينقطع ما راح تسمع نبض. تبقى تنزل انت تنزل بصوره بطيئه، وتبقى حاط بين 3 اصابعك قياس الضغط، يعني شلون قياس النبض بالضبط. تبقى تنتظر الى ان تسمع اول دقه، نفس الوضعيه راح تدق عندك هنا، راح تدق عندك مثلا دقت هسه بينت عندي. هذا راح نفس الشيء تعتبره الضغط العالي، تعتبره نفسيته.
بس شنو اللي تبقى عندك الضغط الواطي يبقى تقديري، يعني انت راح تقدرك كانه مثلا حصلت 140 خلينا نقول، راح تقدره 140 الضغط الطبيعي 80 راح تنطيه 10 140 على 10 يعني شيء طبيعي او على 9 يعني ما تزود اكثر من درجتين لا ضغط السريع عندك. فتستعمل هاي الطريقة إذا ما سمعته. واكو بعد طريقة مثلا اكو بيهم يصير النبض جدا ضعيف، هو موجود لك الضعيف وجوز يعني انت مثلا سمعك ضعيف كممرض او شيء، فتقدر تستعمل بعد طريقة المريض نفسيته تقول له اذا تقول له تتابع النبضات مالتك، راح تجي عندك نبضات هنا بدك تتابع لي اول نبضه تقول لي على يا رقم، انت تخلي الرقم ببالك تقول له على يا اول نبضه تصير عندك تبلغني بها، فتنفخ وتبقى تنزل. فاول نبضه راح تصير عنده راح يقول لك المريض ده احس نبض عندي هنا، فترجع تعيدها وتثبتها هنا مثلا 120 او 140 تثبتها، وتقول له اخر نبضه تختفي عندك بعد ما تسمع نبض عندك، هم راح يقول لك مثلا على 80 او ايش قد تطلع عند النبض، راح يقول لك انتهت عندي هنا بعد ما اسمع نبض، فانت هم تثبتها عنده تقدر يعني بهذني عندك 3 طرق رئيسيات تقدر تقيس بهن النبض. تبقى بس شغلة الضربة الهاجرة هذه إذا يعني صارت عنده تبقى تعد، يعني الضربة الهاجرة تعرفوها، واللي ما يعرفها هي إنه تنبض نبضة وتنترك فرق 4 إلى 5 ثواني يعني أو 3 ثواني وترجع نبضة ثانية، هاي بين يعني نبضة ونبضة يسموها ضربة هاجرة، يعني ما تقدر تقيس بها الضغط بصورة صحيحة. فهاي تعتمد على جهاز تسوي له تخطيط تبلغ به الطبيب، تسوي له تخطيط بالطبيب من راح يسوي له تخطيط راح تبين عنده الضربة الهاجرة وتاخذون غير إجراء بها، يعني ما راح تعتبر على قياس الضغط. فأنت لهنا يعني عندك كل شيء جاهز وكل شيء تعرف له، وأي شيء تريد تسأل أنا حاضر. وإن شاء الله لهنا انتهت الحلقة، وأنا أشكركم لمتابعتكم إخواني الأعزاء والمشاهدين الكرام.